السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم شي حلوه تميري. معكم مريم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله الوصفه ديالنا غادي تكون عباره على خبز الحليب او بريوش الياباني بالحليب اللي تيجي رائع بالخفه ديالو من الداخل، وايضا داك اللون الجميل اللي تيكون فيه من الفوق. طريقه التحضير ديالو غادي نستعملوا العجينه بالتخمير البارد، وايضا مكونات اللي هما قلالين وبساطين تقدروا دير لكم هذه الكميه هادو. غادي ننتقلوا باش نتعرفوا على المكونات وايضا طريقه التحضير. راه ساهل بزاف، خصوصا مع التخمير البارد تيجي رائع، وايضا سهل في التحضير ديالو. عندنا 300 غرام ديال الدقيق، عندنا 6 غرام ديال الملحه، عندنا 30 غرام ديال السكر، وعندي 5 غرام ديال خميره الخبز، 160 غرام ديال الحليب، وواحد البيضه، و50 غرام ديال الزبده في حراره الغرفه. اذا بالنسبه للطريقه كيف كتشاهدوا، غادي ندير الخميره ديال الخبز وايضا شويه الملحه، وغادي ندير الكميه اللي عندي ديال السكر. المكونات غتلقاوهم مكتوبه اسفل في صندوق الوصف. هادشي كامل غادي نحاول اننا نمزجو مع بعض، عاد من بعد غادي نضيف ليه الحليب وايضا البيضه اللي عندي، وغادي نديرهم يتعجنوا. بالنسبه اللي ما عندكمش العجانه تقدروا تعجنوا فقط بيديكم، راه بسيط بزاف، يعني ما يحتاجش انكم ضروري ملزومين بالعجانه. هنايا عندي الحليب شويه فاتر، ماشي داك السخونيه، ولكن فاتر واحد شي شويه حيت كنت جبدته من الثلاجه. وغادي نضيف البيضه ديالي، وغادي نحط هادشي كامل غادي يتعجن. هنايا العجينه كيف ما غادي تشوفوا، غادي نستعمل التخمير البارد اولا ملي كنبيتوا العجينه في الثلاجه. طبعا معروف لا مسمان ولا اي نوع من انواع الخبز، كل ما كان حتى البيتزا، عجينه البيتزا الصراحه كتجي خطيره ملي كنبيتوا العجينه في الثلاجه حتى الغد اللي عاد باش نخدموا بها، تتكون نتيجه اروع وافضل. حيت العجين تيولي كتر، كيولي كتر، يعني دوك الخيوط ديالو كيتكونوا اكثر، وتيكون ارتاح يعني ارتاح مزيان، وتتكون نتيجه جيده. هنا كيف كتشوفوا بعد ما عجنت المكونات كاملين، بطبيعه الحال تنخليو العجينه ديالي حتى كتعجن ليا وكنعطيها الخاطر. من بعد كنضيف ليها الزبده اللي خاصها تكون بحراره الغرفه، وتنعاود نخلي العجينه ديالي تعجن وحتى كتدخل لنا ديك الزبده في العجين. الزبده ضروري تكون في حراره الغرفه باش هكا تذوب مزيان في هذيك العجينه منين تكون تتعجن. وهذا هو الكثافه ديال العجين اللي خاصكم تحصلوا عليها. كتجبد بحال هكذايا، ما كتقطعش، رائعه وايضا خفيفه. اهم حاجه عجين ديال البريوش خاص يكون خفيف ثم خفيف ثم خفيف، حيت الا ما كانش خفيف وكيتلصق في اليدين ما كيعطيناش ديك النتيجه ديال الخفه، وما تيجيش ما تيجيش خفيف من الداخل، يعني ستكون النتيجه كيجي مدقص وتيجي قاصح. هنا غادي نحاول انني نجمع العجين على شكل كره، وغادي نحطها في بلاستيك غذائي، وغادي ندخلها للثلاجه ليله كامله. ليله كامله من الافضل طبعا، هكا كنقتصدوا الوقت، ثانيا تنقتصدوا حتى المجهود، وتنقتصدوا حتى النتيجه كتكون احسن افضل. نتمنى تكونوا فهمتوا شنو كنقصد. اذا بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا، دائما داخل البلاستيك تنخلي واحد الفراغ للعجينه ديالي، حيت مازال غادي تنفخ يعني في داك الكيس البلاستيكي. غادي نحطها في اناء وندخلها للثلاجه ونخليها تتخمر ليله كامله في الثلاجه، وهذا ما يسمى بالتخمير البارد. طبعا انا هاد الطريقه راني جربتها على المسمن، جربتها على البيتزا، كتجي رائعه بزاف. هنا كيف كتشوفوا العجينه بعد ليله كامله طبيعه الحال راه بارده، غادي نحاول نخرج منها داك النفس، كتنفخ كيتضاعف الحجم ديالها. انا غادي نحاول نشكلها على شكل واحد الحربول كبير باش نحاول نقسمها الى 3 كرات متساويه. والدقيق كيف كتشاهدوا راني تندير الدقيق غير شويه، يعني ما تنكثرش بزاف حيت العجينه كتلصق حيت جاريه. تندير الدقيق غير شات خفافين، ما تنكثرش بزاف الدقيق، غير شات خفافين اللي ما يخليوش لي العجينه تلصق وما نتكرفش معها وانا تنقطعها. انا تنحاول ندير كرات متساويه بهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. وطبعا العجين راه بارد وانا تنخدم به حتى غادي ياخذ الحراره ديال الغرفه او حراره المطبخ. اذا بهذا الشكل هذا دائما الدقيق غير بشويه باش ما نكثروش الدقيق. عندي هنا 3 ديال الكرات متساويه كيف ما كتشاهدوا.
من بعد غادي ناخذ كل كره على حده، غادي نحاول انني نسرحها، ثم غادي نلوي على 3 كيف غتشاهدوا معايا. بهذه الطريقه هذه، ثم غادي نعاود نشكلها بشكل افقي هكا، نستخدموا المدلك غير باش يساعدنا. ثم غادي ندير بحال هاد اللفه هذه، نعاود نلفها على 3 كيف ما درنا في المره الاولى. اذا تنحصلوا على واحد الكره اولا واحد المسمنه اللي بهذا الشكل هذا، وتنحطها على جنب وتنكمل باقي الكرات بنفس الطريقه. هاد الطريقه هذه تتخلي العجين انه يكون من الداخل اسفنجي اكثر. ملي كيكون يخمر وهذا تيعطينا واحد الشكل اللي هو رائع، كيجيو فيه دوك الخيوط هكايا ملي تيطيب تيجي افضل. ودائما نستعملوا الدقيق غير شويه بشويه، ما نكثروش الدقيق. بطبيعه الحال هذه عجينه البريوش تقدروا تكون معتمده عندكم، تستعملوها في اي حاجه نتوما بغيتوا ديروا بها البريوش ديالكم. تتجي زوينه وخفيفه من الداخل. تقدروا تستعملوا الشكل اللي نتوما بغيتوه، ماشي بالضروره هذا الشكل اللي انا درت. اذا بهذه الطريقه. هنا المول ديالي ولا القالب ديالي فيه 25 سنتيم في العرض، في الطول ديالو، وتقريبا شي 10 ولا 15 سنتيم في العرض. ما بقيتش عاقله بزاف، المهم راه صغير. كندهنو مزيان بالزبده وتنحط فيه دوك الكرات اللي لوينه بهذا الشكل هذا، وتنخليه كنغطيه بواحد البلاستيك غذائي وتنخليه حتى كيخمر وكيتضاعف الحجم ديالو. تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه ولا ساعتين ونص، حيت حنا كيف ما عرفنا باللي درنا كميه ديال الخميره اللي هي قليله، وايضا دابا الجو بارد فغادي يحتاج الوقت انه يخمر. يعني نساوه عليكم وخليوه حتى كيخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالو، عاد باش ترجعوا باش دهنوه بواحد شويه ديال صفار البيض. انا هنا غنستعمل صفار البيض مع شويه الحليب. هنا كيف ما كتشاهدوا الحجم ديالو تضاعف على 3، يعني وتنفخوا لنا دوك الكرات مزيان. دابا غادي نشعل الفران على درجه حراره 160 درجه. غادي نقول لكم علاش. هنا كندهن بالصفار البيض مع شويه الحليب. انا عندي الفرن ديالي بالمروحه وتيسخن، يعني سخون بزاف، يعني تحكموا في درجه الحراره. الا عندكم الفران ديالكم النوعيه اللي تيسخن يعني 180 درجه، بحال فيها 100 200 درجه، يعني كيسخن بزاف، غادي طيبوا هذا البريوش على 160 درجه فقط. وإلا عندكم الفران ديالكم يعني ناقص الحراره ديالو، فغادي طيبوه بشكل عادي على 170 درجه. تقريبا تياخذ واحد 35 دقيقه. انا اللي خدا لي 35 دقيقه ديال الطهي، من 30 دقيقه حتى 40 دقيقه على حسب الفرن ديالكم. اهم حاجه انكم هانتوما كيف ما كتشاهدوا بعد ما خرجتوا من الفرن تقريبا 35 دقيقه، خدا لي شويه تحمار كيف ما كتشاهدوا، حيت منين بغيت نخرجوا فاش درت 30 دقيقه لقيته مازال ما طابش، وعاودت رديت. وكنسيد ضروري بواحد الكيردون باش نشوف هكا واش باقي عجينه من الداخل ولا صافي طاب. منين تيطيب صافي تنخرجوا وهو باقي سخون تندهنوا بالحليب. كيف ما قلت لكم راه تياخذ شويه الوقت، ولكن تيجي مزيان. وحتى اللون ديالو راه كيف ما شفتوا ذهبي. وهذا هو الشكل ديال البريوش ديالي، هو باقي سخون، غنخليه حتى يبرد عاد باش غادي نوريكم كيفاش داير الشكل ديالو. هنا طبعا حاولت نخلق شويه ديال الاجواء الاجواء الشتويه، الحليب بالشوكولا، وايضا البريوش كيجي رائع بزاف مع الحاجات اللي تيكونوا هكا سخانين، اتاي ولا قهوه في الصباح، تيجي رائع. هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتلاحظوا من الداخل راه تيجي اسفنجي، وكيكونوا دوك الخويطات هكا كيبانوا. انتما نتمنى ان شاء الله تجربوه وتنجحوا في طريقه التحضير ديالو. وسمحوا لي على هذا المونتاج هذا، حيت صراحه غير بزربه ما بغيتش نخليكم كتسناو اكثر، حيت بزاف ديال البنات شافوا عندي في الانستغرام امتى غادي تحط لنا وصفه، امتى تحط لنا وصفه. الا جربتوه بعثوا لي بالتطبيقات ديالكم على صفحتي على الانستغرام. خليتكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.